السلام عليكم. ايه الاخبار؟ كنت بس حابب اوضح بس حاجه او اتكلم في حاجه. جماهير نادي الزمالك بقى يومين قاعده تتكلم ان هم مظلومين هو ان اتحاد الكرة بيطبل للاهلي، او يعني الاهلي بيتحكم له، هو اللي هو عايزه بيعمله القصه دي. ودي الحاجه التانية ان ما ينفعش انا كاهلي اروح للمحكمه بتاع ديت المحكمه العاديه، يعني اشتكي في اي اجراء وكده. والزمالك ممكن كده يشتكينا، يعني يوقف الكوره في مصر وبتاع. مع ان اصلا لسه من 3 شهور، مش 3 شهور بالظبط، الزمالك عمل في المحكمه بسبب لعيبه، مع ان الاهلي ما اتكلمش في لعيبه ولا اتكلم في حاجه. هي القصه كلها ان لجنه مش قانونيه خدت حكم ضد لاعب بدون اي وجه حق، من غير لفظ حتى. هما يعني حتى الكلمه اللي اتقالت اللي هما عاملين عليها ضجه كبيره كده، هي ممكن هما بياخدوها للنية السوء. يمكن الراجل نيته خير مثلا، انت دخلت في نيته، النية دي بتاعت ربنا. دي الحاجة التانية، يقول لك الفيفا احنا اصلا ما الكورة مش فاول مثلا او ضربة جزاء رحنا عملنا محضر في المحكمة. لا، انا بتكلم في اجراءات قانونية انا باخدها احفظ حقي. دي لجنة غير قانونية، المفروض تتشكل عن طريق جمعية العمومية لاتحاد الكورة، تترشح والجمعية العمومية هي اللي تدي الابروفد او تدي الموافقة ان هي اللجنة دي تعمل. واصلا اللجنه دي غير شرعيه. اول حاجه، ازاي تعمل تسرب القرار قبل ما يتعلن ب 48 ساعه اصلا؟ طيب اللجنه دي فين؟ بقالها الخطيب بقاله 6 سنين، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي 6 سنين بالشتاء. اللجنه عملت له ايه؟ ممكن اعرف؟ ما يعني مش معنى دي الوحيده اللي اتسحبت تاخد فيها حكم، ومش معنى في اليوم ده اللي اتعلن فيه البتاع من 4 شهور. استنيت ليه كل ده؟ عشان انت كنت عايز رئيس النادي الزمالك، زي ما الاهلي مقدم في شكوى اللي شتم اللاعب وقال عليه قرد وقال عليه الفاظ ما يعني اقول لك يعني ربنا ما يرضاش بيها. مش هقول لك اي حاجه غير كده. انت تشخص بني ادم بقرد، ده ربنا اللي خلقه يعني. تمام. فين انت بس استنيت لما قرار العزل بتاعه جه، اللي لغايه دلوقتي ما تنفذش. دي حاجه. احنا استفدنا ايه؟ انت جيت قولها من 4 شهور كان لاعب اتوقف، كنا قدمنا له التظلم، كانت وقف 3 4 ماتشات من الماتشات اللي فاتت. اشمعنى استنيت كده؟ اشمعنى استنيت عشان يجي ماتش الزمالك في السوبر؟ تمام. نفس اتحاد الكرة اللي هم بيقول لك دلوقتي يعني مع اللاعب ومع اللاعب ده، نفس اتحاد الكرة ده مزور للعقد للزمالك ان اللاعب ده عقده ساري وسجلوه، وده ما حصلش. اللاعب غرم 2 مليون ونص دولار عشان كسبه، عشان لعبه اتلعبت عليه، مع انه عقده الزمالك اللي هو اقوى اقوى حاجه في الدنيا دلوقتي، غلط يسجل لاعب، مضى مع لاعب تجديد وما ما سجلوش في الفتره القانونيه. طبعا بعد الفتره ديت العقد بيتلغي. ده اللي بيفهم لوايح وبيريح. شهر، بعد شهر حضرتك ماضي مع لاعب تروح تسجله خلال شهر. حضرتك خدت العقد سجلته رميته في الدرج نسيته، بعد 6 7 شهور جاي تأيده. العقود دي اصلا بتتجدد كل فتره انتقالات. اللي برضه اللي ما يفهمش حاجه زي كده او اللي ما يعرفش حاجه زي كده، كل فتره انتقالات بتتعمل. طيب احنا فين من الكلام ده؟ بيقول لك الاهلي واتحاد الكوره ومش عارف ايه، كابتن ميدو، ودلوقتي كل الزملكاويه بقت حلو، مرتضى حلو، مع انه الوحيد المستفاد من الفيلم اللي حصل ده مرتضى. عارف ليه؟ بكره مرتضى ولا بعده، كده كده هو واخد امر عزل، بقاله داخل في اسبوعين ولا 10 ايام وما نفذوش. عارف لما يجوا يمشوه هيقول ايه؟ مش هقول بقى، مش هقول حاجه، علشان انت بس يعني ما تتكلم وتبقى انت بتدافع عنه. هيقول لك انا عملت اما مشوني علشان انسحبت من السوق، وانت كزمالك خسرت. وعلى فكره انت كنت واخد انت كنت واخد الدوري، واخد الكاس، والاهلي غلبك في السوبر. انت كنت اعلى فنيا، والزمالك الاهلي غلبك ماتش 4-2 بتاع كهربا لما ضيع ضربة جزاء.
تمام. السنه اللي فاتت انت كنت بطل الدوري والكاس، والاهلي خد السوبر بتاع برونو سافيو وكريم فؤاد. يعني مش شرط ان الاهلي عشان هو اللي حلو وهو اللي مسيطر انت كنت تاخد بطوله. انت دي سابع بطوله انت ما تاخدهاش السنه دي. بس هو بس معلش سوري في الكلمه، كابتن ميدو، كابتن خالد الغندور بيحكوا على المستشار، والمستشار هو كده كده الحاكم بأمره في النادي، يعمل اللي هو عايزه يعني. والجماهير زاطت مع الزيطة بس علشان ضد الأهلي. جماهير الزمالك قسما بالله، صح والله العظيم، أحلى جمهور يضحك عليه. سهل، سهل، بمعنى سهل يضحك عليه، سهل تاني، سهل يضحك عليه، ما بياخدوش معاه وقت. طالما ضد الأهلي أنا معاك، مش مهم فريق يخسر، مش مهم فريق أوسوريو دوت لو كان كسب الأهلي، تخيل هيفرق مع اللعيبة دي لمدة 20 سنة. اكنه قاعد بقاله 20 سنه، كسب ثقه، كسب رجوع لعيبه تاني، كسب كل حاجه. خسر ولا برضه فارق معاه، ما هو كده كده راجل لسه جاي وما يعرفش الفرق. بس تخيل لو كسب، كان ايه اللي فرق؟ كان فرق كتير. انما تيجي تتكلم اي زملكاوي يقول لك يا عم ده احنا احلى قرار في الدنيا. ايه القرار؟ ان انت انسحبت؟ طب انت كسبت ايه؟ انت في عرض جنيه، انت اقل حاجه كنت تاخد لك نص مليون دولار لما تروح نادي مش لاقي فلوس، وانت عارف وانا عارف وكلها مش لاقيه فلوس. الكوره في مصر ما بتكسبش فرق. انت رايح اقامه، اكل، شرب، نوم، اي يعني كل اللي انت عايزه بيتعمل ببلاش. ولو خسرت هتاخد لك نص مليون وانت راجع. انما الزملكاويه مقتنعين بان هم ده احسن قرار في الدنيا. يقول لك اللاعب يتوقف، طب هيتوقف ليه؟ وعمل ايه؟ ده معلش سوري في الكلمه، اللي عمل حركات في السوبر قدام كان بنات وصور، كانت جماهير الزمالك دي نفسها اللي زعلانه دلوقتي تقول لك ده بيدافعوا عن مش عارف ايه، وفي النادي البلدي بيدافع عن كهرباء. انت كنت عامل تيشيرتات عليها رسمه شيكابالا وهو بيعمل مش عارف ايه، اكيد انت عارف في السوبر. ولا هي حلوه ولا ايه؟ ولا هي حلوه ليك وحشه ليا؟ انا بس يعني نتكلم بالمنطق، بالعقل، بدل ما هي عافيه، بدل ما هي بس. اصلك احنا طيب، اصلك الاهلاويه ما بيفهموش يا عم، ماشي انت اللي بتفهم. اصلك احنا 50-50 في الدوله، وتيجي لما يبقى في قرار اصلك انتوا اللي الدوله طب منين انت 50 ومنين انت الشعبيه الاكبر، واحنا لما بيتحكم لنا يبقى احنا اللي بنحكم واحنا اللي بنعمل. احنا بنحكم يبقى تسكت، تعيش، عيش، اللي يقع مننا تاخده، عيش بقى، ملهاش حل. بس انا مش شايف ده. انا شايف ان انا اعلى في البلد على فكره، انا اعلى جماهيريه، مش بمزاجك ولا بمزاجي، ده وضع قائم. بس انت برضو ليك ليك ناس بتشجعك كتير، بس مش زيي. على فكره الزمالك عشان يبقى فريق كويس لازم يواجه مشاكله. صدقني اللي انت بتعمله ده لغوشه، ومرتضى عايز ده، ورئيس ناديك عايز ده. هو عايز يبقى الحاكم بأمره وانت معاه ومعاه. هو كسبك مع ان هو اللي مدمرك. هات لي اي حاجه كده انت خسرتها طول فترتك دي، لا انت اللي خسرتها، انت اللي خسرتها مش هو. معلش يعني، انت خسرت كتير بسببه وانت مش فارق يعني. اهدوا كده، اهدوا، اتفرجوا بقى، اتفرجوا على السوبر. برضه عشمتوا ان بيراميدز ومش بيراميدز. يعني هو بيراميدز هيلعب السوبر، انت فين بقى؟ انت ولا سوري في الكلمه، انت اتضحك عليك من ميدو وخالد الغندور، يحكوا على جماهير الزمالك كلها، ويجوا يعيبوا على الكابتن شوبير يقول لك اصلك اعلامي مش محايد. طب انت بقالك 3 ايام شايف كابتن ميدو ده الاعلامي المحايد؟ انا خالد الغندور ده على قناه فئويه عادي، قناه نادي الزمالك لازم يدافع عنها في الحق وفي الباطل وانا معاه. طب كابتن ميدو، مع انه كابتن شوبير ما بيعملش ربع اللي عمله ميدو. ميدو بيرسم رسمه ان هو عايز يمسك حاجه في النادي، يروح يمسكها ويريح دماغه، على الاقل يبقى ظاهر. على فكره انت لما تبقى كويس انا ببقى مبسوط، عشان لما اكسبك ببقى ذلك وعايز ادوس عليك. بس كوره، مش بتكلم حاجه تانية، هي كوره.
خليك منطقي كده في الكلام، واستوعب كل كلمه انت بتسمعها. قسما بالله العظيم انت هتلاقي نفسك غلطان. انا عمري ما عملت فيديو، بس الموضوع مستفزني. انتوا بقى، انا يعني انا اي واحد صاحبي بيتكلم في الزمالك بحس ان هو صفحات هي اللي يعني شغلاه، او هي اللي بتمشي كلامها وهو بيقتنع. يجي من ناحية تانية اعلام او رئيس نادي يقول لك اه امين، اه مش عارف ايه. يجي يقول لك مثلا اصلك امام عاشور ما توقفش. يا حبيبي امام عاشور انت المفروض التظلم ده بيبقى ليه اجراءات، بيتقدم خلال فترة معينة، تدفع له رسوم. انت ما عملش ده، انت بعت جواب. الجواب حتى اللي بيطلعه كابتن خالد الدور ده المفروض بيبقى فيه صادر وارد، بيروح الجهة المعينة دي بيبقى فيها صادر وارد. انت ما فيهوش، ده فاضي. ولا راح لاتحاد كورة ولا راح العام. انت بتعمل فيلم، مرتضى بيعمل فيلم، والافلام دي بقالكم فيها كتير عايشين وهتفضلوا فيها عايشين. قسما بالله لو مين مسكوا لو فضلتوا على نفس الوضع ده هتعيشوا نفس العيش. انت جيت في اول الالفية لما كان معاك ناس محترمة كنت بتكسب كل حاجة على فكرة يعني. ما كانش كان يعني الدولة كانت ساعتها كانت مش عايزة الزمالك ومش عايزة الاهلي مثلا. لا يا حبيبي، انت لما هتبقى قوي هتفرض نفسك على اي حد. هل انت خسرت كاس السنة دي السوبر لوسيل بسبب الاهلي؟ هل انت طلعت افريقيا السنة دي بسبب الاهلي؟ هل لما لعبت الاهلي في السوبر في الامارات وكسبك 1-2-0 بتاع برونو سافيو وكريم فؤاد، ما ده ما كانش حكم؟ هل لما خسرت قدام بيراميدز في الكاس ده كان بسبب الاهلي في قبل النهائي؟ واجي حقيقك علشان تريح نفسك وتريحني، مش كل حاجه تنطيط. داخلين يقول لك احنا هنوقف الفيفا، هنوقف يا عم وقف النشاط، هي دي كوره؟ هو انت شايف ان البلد دي فيها كوره اصلا عشان يا راجل ياكش تولع البلد؟ الكوره في البلد دي مش ماشي، هي مش حلوه عشان تقول لي مش عارف ايه. وقف يا اخي، ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا تقدر توقف اصلا. الاهلي ما جاش مثلا اصلك قال لك اصلك الزمالك جاب ضربه جزاء مش ضربه جزاء وانا هعمل محضر. ده يا حبيبي ده اللي ده الشؤون البتاع، انما ده بيتكلم على تشكيل لجنه غير قانونيه. وانت على فكره انت اكتر نادي في الدنيا يتهيألي بيلجأ للمحاكم العاديه دي. طب وانت مستغربها ليه دلوقتي؟ ولا هي حلوه ليك وحشه لينا؟ ولما انت تعملها تبقى انت بتاخد حقك وذكر، ولما الناس تعملها تقول مش عارف ايه. ربنا يهديكم. اتفرجوا يوم الجمعه كده ان شاء الله على السوبر، وان شاء الله برضه نكسب بيراميدز وناخد السوبر التاني في خلال 6 شهور. كل سنه وانتم طيبين.